السلام عليكم حبايبنا متابعينا متابعين خياط ابو احمد. يا ربي صحة وسعادة وين ما تكونون. مثل ما وعدتكم كملت هذه اللوحة الفنية الحلوة اللي هي طلبتها زبونتنا. طبعا القماش جرجيت، شوفوا كله شذر. زبونتي طلبتها وطلبت اشتغل لها هذه، فخلينا هذا الصدر اللي قلت لكم عليه، وبالاكتاف خليت، وبالظهر صار عندها لوحة فنية. طبعا هو فستان مناسبة، وهذه الردن مالته الطرف مالتها طبعا بعدني ما طابقه، فد شي اكثر من روعة. ان شاء الله هذا باللبس راح تشوفونه شلون يطلع، فد شي حلو. وقماشته ايضا كلش حلوة، بيها تطريز والصدر مالته والظهر، يعني فشي بعد انتم شوفوه من هنا وتخيلوا شلون من يلبس. الفصال هنا على الماكينة اكيد ما راح يبين ولا راح يطلع الشكل الحقيقي مالته. هذا الا يلبس على جسم الشخص، يلا تبين جماليته وتبين كل المواصفات الحلوة بيه. طبعا اكو بطانة تلبس الزبونة بطانة جوا، لانه مثل ما تعرفون خامة الجرجيت يعني كلش خفيفة، لكن بيها هاي التطريزات الحلوة، وضفنا لها هاي الاشياء اللي على الصدر. هذا فشي كلش راقي، اذا تحبون تشوفونه خياطاتنا العزيزات. هذا راح يكون على اكتاف، وهذه على الصدر قلت لكم شلون طلعتها هاي النقشة، وهذا ايضا خليتها على الظهر، فصار عندي مربع كلش حلو. باللبس اكيد راح يكون مميز. وجمال الردن اللي هذا نهايتها، شوفوا لي اياها، راح تكون بهالطريقة هاي. يعني الردن راح تكون خليجية، بها بوز نازل لي جوا اكيد، فراح يصير لوحة فنية. واكيد بعد الاكسسوارات، وخواتنا يعرفون شنو يلبسون عليهم وعلى هذه الاشياء بالمناسبات. اذن هذا مثل ما وعدتكم قبل شوية. طبعا شوية الموديل يعني حلو وبسيط، لكن نعاني من شغلة الخرز والشذر، وايضا خياط هاي الاشياء. بس قدر الامكان والتأخير راح يطلع لنا فشي اكثر من روعة. هذا الجرجيت حلو بالسادة او بالاشياء اللي مطرزة، لكن بالتطريز وبشذر شوي راح يتعب خياطتنا. طولي خلق وياه راح يطلع لك لوحة فنية او تحفة، وان شاء الله راح اطبقه اني ويكمل عندي هذا الفصال. بس حبيت تشوفونه وتشوفون شلون خيطناه. مثل ما قلت لكم هذه نهاية الردن، راح تكون بهالشكل هذا. طبعا راح تكون مطبوقة وبيها شوية بوز او ميلان احنا نسميه، فالشي كلش روعة. بهالشكل راح تكون الردن. انا متوقع له هذا يعني لوحة فنية تحفة بالعافية على اخوتنا وزبونتنا من منطقة زيونة. هذا الفصال راح يكون ابداع عليها ان شاء الله، واكيد هو اكابر يعني، فالشي راقي. تحياتنا الكل من تابعنا. حبينا نشوفكم لان بالفيديو السابق طرحت لكم شلون طريقة تفصاله وشلون هاي الاجزاء راح نركبها. اذا عجبك اكيد راح نسمع تعليقاتكم وكلامكم الحلو اللي راح نشوفه بالتعليقات. تحياتي لاخوتي واخواني الخياطين والخياطات، اخوكم الخياط ابو احمد، في امان الله وحفظه.